الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا. يا محلى رجعت ظباطنا من خط النار. يا أهل مصر المحمية بالحرامية، الفول كتير والطعمية والبر عمار، والعيشة معدن وهي ماشية آخر أشياء، مدام جنابه والحاشية بكروش وكتار. هتقولي سينا وما سيناش ما تدوشناش، ما 600 أتوبيس ماشي شاحنين أنفار. إيه يعني لما يموت مليون أو كل الكون؟ العمر أصلا مش مضمون والناس أعمار. إيه يعني في العقبة جرينا ولا في سينا؟ هي الهزيمة تنسينا إننا أحرار. إيه يعني شعب في ليل ذله ضايع كله؟ ده كفاية بس أما تقوله إحنا الثوار. وكفاية أسيادنا البعدة عايشين سعدة، وبفضل ناس تملى المعدة وتقول أشعار، أشعار تمجد وتماين حتى الخاين، وإن شاء الله يخربها مداين عبد الجبار. أحمد فؤاد نجم، قصيدة الفول واللحم. عن موضوع الفول واللحم صرح مصدر به مسؤول إن الطب اتقدم جدا، والدكتور محسن بيقول إن الشعب المصري خصوصا من مصلحته يقرقش فول، حيث الفول المصري عموما يجعل من بني آدم غول، والبروتين الكامن طيه نادر زيه في أيها فول. تاكل فخدة في ربع سكيبة والدكتور محسن مسؤول، يديك طاقة وقوة غريبة، تكبر تسمن تبقى مهول. لحمة نباتي ولا في الحاتي تاكل قدرة تعيش مسطول. ثم أضاف الدكتور محسن إن اللحمة دي سم أكيد، بتزود أوجاع المعدة وتعود على طولة الإيد، وتنيم بني آدم أكتر وتفرقع منه المواعيد، واللي بياكلوا اللحمة عموما هيخشوا جهنم تأبيد. يا دكتور محسن يا مزقلط، يا مصدر يا غير مسؤول، حيث ان انتوا عقول العالم والعالم محتاج لعقول. ما رأي جنابك وجنابهم في واحد مجنون بيقول احنا سيبونا نموت باللحمة وانتوا تعيشوا تاكلوا الفول، احنا سيبونا نموت باللحمة وانتوا تعيشوا تاكلوا الفول. ما رأيك يا كابتن محسن؟ مش بالذمة كلام معقول؟